وينترلاند فاشله. هني السؤال، هل فعلا وينترلاند تعتبر فاشله تنظيميا؟ وهني انا مو ينتقد وينترلاند نفسه كتنظيم، اتكلم عن نظام الدخول لوينترلاند. كل المدن الترفيهيه في العالم الحين تقريبا، ديزني، يونيفرسال، ليجولاند، وارنر براذر في الامارات وغيرها من مدن الملاهي، اليوم عباره قص تذكرتك من الباب والعب اللعب اللي تبيه. ودائما التذكره تكون تقريبا $100، يعني تقريبا خلينا نقول من 25 دينار الى 30 دينار. حتى لو رجعنا ايام قبل في المدينه الترفيهيه كانت 3 دنانير ونص تذكره وتحصلها بالجمعيه اذا انت متفوق بدينار ونص. بس النظام المتبع في وينترلاند تدفع تذكره عند الدخول، عند كل لعبه قاعد تدفع تقريبا دينارين. هذا الشيء ممكن يسبب ضغط كبير على الاسره اللي عندها اهلين وثلاثه، يدش وينترلاند يطلع دافع 150 دينار مع غداهم مع عشاهم. ليش؟ صدقني يحجز تذكره الى دبي او ابو ظبي ويروح يلعب من غير فندق ويرجع صار في نفس المبلغ او اكثر بشوي، بس اسمه سافر على الاقل. المشكله ان النظام هذا تسويقيا مو ناجح. اليوم روحة مدينه الملاهي تعتبر رحله عائليه، طالعين من الصبح ورايحين رحله عائليه مستمتعين طول اليوم مخصصين حق هالموضوع. فلما تخلي الابو او ولي الامر راح يدفع عند كل لعبه، انت قاعد تخليه قاعد يحسب عند كل لعبه شنو راح يصرف، وراح يدقق كم لعبه باقي وكم لعبه ناقص. حتى تفكيره بالالعاب والاكل راح يكون محدود لان عنده ميزانيه بيصرفها. لكن لما انت من البدايه تقول له ادفع المبلغ الفلاني والعب على كيفك، انت هني نفسيا خليته مرتاح وخليته يصرف زياده داخل المدينه نفسها، لانه راح يلعب وياكل ويستانس وعياله يلعبون وهو مو حاط بال حق المبلغ اللي انصرف، قاعد يحط باله حق وناسته. هذا رايي ما هو حكر على حد، ولكن اشوف ان مدن العالم الترفيهيه اليوم قاعد تتجه ان تدفع من عند الباب وانتهينا. ليش عندنا تدفع على كل لعبه؟ الاسره المكونه من 6 و7 اشخاص هذول مستحيل يلعبون بالطريقه هذه، لان كل لعبه قاعد تسحب منهم 15 و20 دينار. لو يلعبون 5 العاب هم يدفعوا 100 دينار غير اكلهم غير شربهم. 5 العاب احنا نسولف بساعه. فاتمنى ان وينترلاند هذا النظام يلغي وينحط نفس النظام العالمي المشهور في كل مكان. الله يعطيكم الصحه والعافيه وقواكم الله. قولوا لي والله شنو رايكم بالموضوع.